بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في قناة ابتهال الإبداع، وأتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم راح نقدم لكم واحد القفطان راح تشوفوا في الصورة. خدمته الصدر خدمته بالتول والسلك. عندنا هذا عقاش كاسي، ودرت السلك هذا 0.5 قطعة تاع تول. حنا نحتاجو فقط هذه قطعة منها، يعني ديري على حساب شعرك رايحة ديري. وعندنا ليستراس ثاني نخدمو به. المهم نبداو. هذه الاوراق ولا الورود اللي راكم تشوفوا فيها راهي في القفطان، حنا رايحين نخدموها ونشوفوا كيف نلصقوها. ندي هكذا السلك، نعمر من هذا. اني عمرت، انتي تحبي تصغريها يعني تنقصي منه، من هذا العقاش كاسي نقصي منه. تحبي تكبري على هذه كبري، كي تكمليها تطويها تلاقيها مع بعض وتلوي هكذا السلك، وتلفي السلك على بعضه، تلوي هكذا. انا في الطول هكذا راني دايره في الاسفل. نقص منه شويه. كي نشوف هنا ندير قطعه تاع تول، انا درته ابيض. دير هكذا كيما راك تشوفي، او يجي هنايا للخلف. هذا يلصق بالكولا، والكولا على بالكم يعني تطول به تنشف. المهم نلصق كامل. هاي الكولا اللي تخدمي بها، تديري هنا الكولا على هذا هكذا كامل. وتضغطي عليها باش تنشف لك، باش تلصق مليح. انا راهي عندي هنا وحده ناشفه. هذوك الزوائد اللي يكونوا عندك قصيهم. القماش الزائد هذا تاع التول هكذا. كي تقصيه تجيبي هذا ستريس، هذا لي ستريس كيما راني دايره في هذه للداخل. ندير هنا للداخل، هذا يبقى الخلف، وهذا الوجه نتاعو. ديري غير بالكولا، ديري هنا هكذا. وانتوما الكولا كي ديروها وتلصقوه عطوها وقت باه تنشف، ماشي ثم تقولي خلاص نشفت. عندك هادو لي ستاس داك الرقيق، موش خشين. تبداي من وتلصقي هكذا حتى تكمليها اللهن. هنا ناشفه حتى لهنا، تدوري كامل حتى اللهن تكمليها هكذا. نديرو هذو زوج مع بعض هكذا. وتلفي السلك، نديرو كامل زوج مع بعض هكذا. نفتحها هكذا ونزيد هكذا، نواسيها من الفوق بالزوج ونلصق هكذا. عندي ثاني هنا زوج. ونشوف المقاس تاع الصدر اللي نخدمو. كاين اللي صدرها كبير، كاين اللي صدرها صغير، كل وحده وكيفاه. انا نعطيكم غير مثال. هذا سلك انا طويته على 3، تحبي طويه على 4 على 5 بيجيك خشين، ولا تحبيه رقيق معليش ديري هكذا. نبدا هنا. انتي تكوني حسبتي المقاس تاع الصدر، الا هو طويل ولا قصير ولا متوسط، تكوني خدمتي هذا ومن بعد تلصقيه هذا، تلفيه هكا السلك. كي تلفي السلك نزيد بهذا بالكلاب، تزيدي تصيريه بالكلاب هكذا.
وتزيدي بالكلاب هكذا تزيري. يعني درت زوج هكذا متقابلين، هام زوج ثاني. نهبط هنا مثلا منديرش هذا حذاذ، نزيد نهبط شويه هكذا، تهبطي هكذا تخلي مثلا المسافه قد هاك، وتلوي ثاني، تلوي على السلك، نلويها مليح ونزيد بالكلاب. حنا كي نديرو زوج ومن بعد زوج على حسب الصدر اللي عندك اللي كتصنعي فيه، تزيدي مثلا هنا لتحت زوج 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 وهكذا تتكملي، اما يكون دائري ولا مربع ولا كبير كيما تحبي. المهم ديري الاوراق على حسب الصدر اللي تخدميه. تطوي هذو فوق ويعطينا شكل شباب. يعني مثلا كملت كاع الاوراق منا في هذه الجهه. اخترت شريط الساتان يكون غوز على حسابه. نغلف هذا السلك، حنا كي نلصقو هذه الاوراق باش نغلفو. هكذا تغلفيه كامل. هكذا نكونوا كامل مثلا غلفناه. يعني يكون هذا مثلا عندنا قماش، انا ما عنديش قماش غاز، درت هذا اللون باه نوريكم كي نخيطو. انا وحده طلبت مني قالت كيفاش تلصقي الصدر كيفاش يلصق. يعني درت الخيط غاز على حساب شريط الساتان. تقبضي غير لتحت هكذا. باه ما نبينش الخيط. تروحي معاه غير بالعقل هكذا. نزيد هنا راكم تشوفوا. نقبض هذه الجهة وذي الجهة. ديري غير الضربات يعني بعدي شوية هكذا. هكذا حتى نكمل الخياطة تاعي. تديري الخيط على حساب شريط الساتان، ومن بعد تطوي هذو هكذا. عندكم القطع فقط باش تشوفوا. يعني ما بقاوليش من هذوك لي بيغلي اللي راني دايرتهم في الصوره. عندي من هذو تقدري تزيني بهذو ولا بالشكل هذا. بقات لي وحده فقط نلصقوها بالكولا. نلصق بالكولا
انتي يعني يكون عندك الاختيار كيفاش تلصقيهم. مثلا تلصقي هنا، تزيدي وحده هنا ولا هنا الفوق كيما تحبي. انا في الصوره راني دايره زوج تاع الدمعات هكذا، تزيدي وحده مثلا ثان، ندير مثلا هكذا زوج ونخليهم حتى ينشفوا. فقط ما نساوش هادو لازم نطوهم الفوق هكذا حتى تكملي الصدر كامل تاعك. المهم هذه يعني فكرة بسيطة حبيت نوريها لكم، ونتمنى تجربوها ونتلاقوا في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.